السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ معكم اسماء الجندي. والنهارده هنعمل طاجن عكاوي بالبصل بطريقة سهلة جدا وبدون سلق، وازاي يطلع معاكي مستوي ودايب، وسر الصوص بتاعه الخطير. اللي اول مرة بقى بيشوفني يعمل اشتراك في القناة وفعل الجرس عشان يوصله كل جديد، ولايك حلو للفيديو. قبل ما ابتدي معاكم الفيديو حابة اشكر كل المشتركين جداد معايا في القناة، شكرا ليكم بجد، وربنا يدومكم نعمة في حياتي. اول حاجه كده يا جماعه بنجيب العكوه دي من عند الجزار. وطبعا العكوه ديت بقى للي ما يعرفهاش هي دي الذبيحه، وبيبقى مقطعها لكم كده حلقات. بنبتدي نجيبها بقى وبنغسلها بملح وليمون كويس قوي قوي علشان الزفاره بتاعتها، ونسيبها في مصفى تصفى من الميه تماما. وهي دي اول خطوه. معايا المقادير: كيلو من العكاوي، معايا 5 بصلات جوانح رقيقه جدا، معايا 4 فصوص من الثوم المهروسين، ومعايا فلفل رومي وفلفل سبايسي، والفلفل الرومي مقطعاه مكعبات صغيره، ومعايا بهارات لحمه وفلفل اسود وملح، ومعايا صلصه طماطم، صلصه عاديه خالص، طماطم فريش مضروبه في الخلاط متصفيه متسبكه بدون اي ماده دهنيه. معايا صينيه سخنه كده زي ما انتم شايفينها، هنزل بالعكاوي بتاعتي كلها تاخد تشويحها من جميع الاتجاهات. هنشوحها من جميع الاتجاهات كده لحد ما تاخد لون كلها. واهم حاجه الصينيه اللي معانا ما نكونش نازلين فيها باي ماده دهنيه، لا زيت ولا سمنه ولا اي حاجه. مش هننزل بأي مادة دهنية لأن العكاوي فيها دهون كتيرة، وكل ده هيسلى منها وهينزل، واحنا عايزين كمية دهون تكون قليلة. لحد كده ماشيين تمام. وطبعا العكاوي زي ما قلت لكم يا جماعة هي دي الذبيحة، اللي ما يعرفهاش طبعا. هي دي الذبيحة، والجزار بقطعها لك زي ما انتم شايفينها كده حلقات. طبعا هديها تشويحة من جميع الاتجاهات، مش هسيب فيها جنب الا ما يتشوح وياخد لون زي ما انتم شايفين. وهنزل بقى برشة الفلفل بتاعتي الجميلة ورشة البهارات، وتشم بقى احلى ريحة بجد. بجد بتفرق قوي تشويحة الفلفل والبهارات طبعا مع العكاوي، بتديها ريحة حلوة قوي، وبتمنع منها اي زفاره. وكده كده احنا غاسلينها طبعا بملح وليمون، مش هتشموا لها اي ريحه زفاره. وكمان هنعمل العكاوي بتاعتنا النهارده بدون اي سلق، ولا هنسلقها ولا اي حاجه. خليكم معايا ماشيين خطوه بخطوه، وهتاخدوا احلى طاجن عكاوي بجد. طبعا رشيت بقى رشه الفلفل بتاعتي ورشه البهارات، وهشوح ده كله كده مع بعضيه لحد ما تاخد لون وتتشوح بقى تشويحه تمام. وتكون النار يا جماعه مش عاليه قوي عشان برضو ما تتحرقش منك، ولا ايه ولا واطيه قوي علشان ما تجيبش منك ميه. طبعا وانا بشوح كده الطاجن بتاعي زي ما انتم شايفينه مطلعاه لسه من الفرن سخن نار. عليه بقى سخن نار، انا مسخناه كده في الفرن ليه؟ علشان اول ما انزل بالعكاوي بتاعتي واضيف كل اضافات الطاجن وادخله الفرن ما ياخدش معايا وقت، هو بيغلي في قلب الفرن يغلي معايا على طول. ودي خطوة مهمة جدا قوي. بدل هتعملي طاجن يبقى لازم تسخني الطاجن قبل ما تستعمليه وتنزلي فيه اي حاجة. طبعا خلصت بقى التشويحة كده، ومكان الصينية هنستغلها مكان العكاوي. طبعا هنستغل دي الصينيه دي، وهننزل بمعلقه سمنه صغيره، وهنزل بقى بالبصل اللي انا مقطعاه جوانح ده، وهشوحه تشويحه يا دوبك يدبل معانا، مش هياخد لون. هو هياخد لون طبيعي من مكان تشويح العكاوي. لحد كده ماشيين تمام. هنشوح البصل ده، وهضيف له بقى معلقه صغيره من السكر علشان يتكرمل ويبقى معانا طالع بقى معانا جميل قوي. وده سر بقى الصوص بتاعنا اللي هيطلع معاكي خطير. هشوح بقى طبعا البصل كده زي ما انتوا شايفين لحد ما يدبل بس معانا كده. وطبعا الصينيه يا جماعه مش محروقه، الصينيه مكان التشويحه بتاعت العكاوي بس، هي خدت لون وهتدي البصل بقى لون جميل قوي، اللون البني الحلو بتاعنا ده اللي احنا محتاجينه بقى في صوص العكاوي بقى، اللي بيبقى احلى من العكاوي نفسها. هنزل بقى بالثوم معايا المهروس، ال4 فصوص توم، وهياخدوا برضو تشويحه كده هشم ريحته بس. اروح نازله بقى بالفلفل اللي انا مقطعاه برضو مكعبات صغيره، لو عندك فلفل الوان مفيش اي مشكله. وبعد ما هشوح كل الحاجات دي كده، هروح شايلها بقى ايه ضيفها على الطاجن بتاعنا. هيتشوحوا بس ياخدوا بس تتبيله بسيطه كده مع بعض تاني. وهروح نازله طبعا على ايه على العكاوي بكل البصل بقى والفلفل والثوم والحاجات الحلوه اللي انا شوحتها في قلب الصينيه دي. بعد كده بقى هضيف الملح طبعا على العكاوي بتاعتي، وهنزل بكل الحاجات اللي معايا المكونات دي كلها كده، هوزعها طبعا على الطاجن. وطبعا زي ما قلت لكم معايا الطماطم اللي انا مسبكاها بدون اي ماده دهنيه خالص. انا عايزه اقلل كل المواد الحاجه الدهنيه، لان العكاوي دي فيها دهون، وكل ده هيسلق بقى في قلب الطاجن. وبعد كده هتشوفوا طبعا زي ما شفتوا في بدايه الفيديو طالع وش قد كده من الدهون. فاحنا عايزين كميه من الدهون قليله.
زي ما قلت لكم دي انا مسبكاها بدون اي اضافات. عايزه تضيفي عصير طماطم فريش مفيش اي مشكله، يبقى الطاجن ده هياخد منك نص كيلو من الطماطم، ضربها فريش كده ومصفياها وهتضيفيها وهيتسبك معاكي في قلب الفرن. طبعا انا كان عندي طبعا الصلصه دي جاهزه فقلت اضيفها بقى على طول. ومعايا بقى كوبايتين ميه بيغلوا كده على النار زي ما انتم شايفينهم. طبعا لازم نضيف، تكون اضافه الميه مغليه، ما تكونش ميه بارده. هضيف بقى كميه الميه اللي معايا كوبايتين بس، لان طبعا ده كله هيجيب ميه. وبعد كده بقى هغطيها وادخلها الفرن تستوي معانا، هتطلع دايبه وريحتها قلب الدنيا وطعمها خطير. وبصراحة دي جميلة قوي عن انك ما تسلقي العكاوي وبعد كده تضيفيها في قلب الطاجن، وهتستوي وما تقلقيش. هنغطي كل الطاجن بقى وندخله، وهيغلي معانا على طول لان احنا كل الاضافات دي سخنة والطاجن كمان سخن قوي. مجرد بقى ما ندخله، هندخله على نار عالية في الفرن. بعد كده ما يغلي معانا هنروح موطيين عليه شوية علشان يستوي براحته والمية بتاعته ما تنشفش. على ما يستوي الطاجن بتاعنا تعالوا نعمل بقى شوية رز كده حباية وحباية. وطبعا الطاجن العكاوي ده بيتاكل بالعيش ويتاكل كمان بالرز. هنعمل رز كده حباية وحباية. معايا حلة على النار ونزلت فيها بمعلقة سمنة، وهنزل بشوية رز طبعا مغسولين، وهنحمر الرز ده لحد ما ياخد لون ذهبي. وجنبي باقي الرز مغسول ومتصفي من المية تماما. بعد كده هنزل بكمية الرز اللي معايا وهشوحها تشويحة تمام لحد ما اسمع الطشطشة بتاعة الرز كده في قلب الحلة. ساعتها بقى ايه، اضيف المية المغلية بتاعتي على الرز. لحد كده ماشيين تمام، ياخد اللون الذهبي الحلو اللي انتوا شايفينه ده، وانزل بقى بكمية الرز اللي معايا كلها ويتشوح. لازم تشويحة الرز دي بتغلف حباية الرز وبتديكي نتيجة افضل وبتديكي رز مفلفل وطعمه حلو. هشوح الرز زي ما انتوا شايفين كده. ولازما يا جماعة المية اللي هنضيفها للرز لازما تكون مغلية علشان تسرع من التسوية بتاعته، وعشان برضو يطلع معاكي مفلفل ومش معجن وما يطلعش معاكي ني. يعني اكنك بالظبط عندك شوية رز بايتين في التلاجة وبتسخنيهم، مش هياخد منك وقت في السوا خالص. اكنك بتسخني شوية رز من التلاجة. ضفت المية المغلية كده يا جماعة، والمية لازما تكون فوق الرز كده. ده المعيار المظبوط لمين؟ للرز. وعلى فكرة في انواع رز بتاخد مية وفي انواع رز بتتأثر بالمية بسرعة، يعني اقل مية بتكفيها. هنضيف بقى الملح كده وهنغطي لحد ما يغلي معانا. مجرد ما يغلي وينشف من المية يا جماعة نروح موطيين عليه عشان يستوي بقى براحته. معلومة بقى مهمة لكل اللي بتسوي اكلاتها في الحلة الاستانلس، رز محاشي لازم توطي على الحلة نفسها وهي لسه فيها نسبة مية بسيطة جدا علشان ما يشطش معاكي الاكل. الرز استوى وطلع مفلفل وشكله جميل جدا، والطاجن كمان استوى. وهنبتدي بقى ايه، نفرغ الاكل بتاعنا كده وتشوفوا بقى الشكل النهائي للطاجن بتاعنا الخطير. وسر الصوص بقى بتاعه التقيل تكليه بشوية رز كده يا سلام. الطاجن خلاص طلع من الفرن زي ما انتوا شايفينه ومستوي، واللحمة بتاعت العكاوي دايبة معانا، وكمان عملنا سلطة بلدي جميلة وعيش. احلى اكلة بجد، طعمه لذيذ جدا. للناس بقى اللي بتحب بقى، الناس الاكلة اللي بتحب الاكلات الدسمة دي، اكلة دسمة جدا. والصوص بتاعها يا جماعة خطير جدا. يا رب يكون الفيديو عجبكم. ولو عجبكم اعملوا اشتراك في القناة وفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد، ولايك حلو للفيديو. أكلة جميلة جدا، وجربوها سهلة وبدون أي سلق. وطلعت معايا مستوية، ما خدتش وقت خالص في السوى لأن العكوة بتاعتي صغيرة. بجد جربوها تحفة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.